عنده 31 سنه، متخرج من كليه اداب، عامل مشروع صغير كده وحب اللي انتوا تشجعوه، وهو قال لي انا هدخل اشوف كومنتاتهم، لو عجبني يا ريت يجوا يجربوا عنده. عايز اقول لكم ان انتوا هتتصدموا من الطعم اول ما تروحوا بجد. اقول لكم على الانواع اللي بيسو عملها. اول حاجه كانت معانا كابري بالنوتيلا، حاجه بسكوت تيبو صوص، وده اللي بيتعمل قدامكم، والصوص بتاعه هو اللي عامله، هقول لكم المكونات دلوقتي. وثالث حاجه كان توينكس بالوايت شوكليت، وكان في حته ثانيه. رابع حاجه مندولين بصوص الكراميل. عايز اقول لكم هو معروف بتاع النوتيلا اللي هو يعتبر معروف بيها يعني. بصوا يا جماعه، هو عنده كل الحاجات اللي انتوا اكيد بتحبوها يعني بجميع الصوصات. اقول لكم الصوص العظمه اللي هو بيعملها ومعروف بيه. الصوص ده بيتحط على جميع انواع الفريسكا من عنده. الصوص ده بيتكون من كاكاو وحليب وفانيليا وشويه سكر وشويه زيت. عايز اقول لكم اللي هو نضيف بجد بطريقه مش طبيعيه. ويلا بينا نجرب اول حاجه، وهي كانت كابري بالنوتيلا. البصه بتاعتها يا جماعه كانت مش طبيعيه بجد، والشوكولاته هتقع منكم زي ما انتوا هتشوفوا كده دلوقتي. عايز اقول لكم هو بيضيف عليهم الصوص اللي انا قلت لكم عليه ده مع اي نوع فريسكا. ثاني واحده معانا هنا كان اسمها بقى التوينكس بالوايت شوكليت، ودي الوايت شوكليت بتاعها كان بيبوظ منها برده كده. ندخل على ثالث واحده، كانت مندولين بصوص الكراميل، وكان الصوص هو اللي مغطي على المندولين يا جماعه عشان فيهم نفس الطعم. اجمد حاجه بقى هي عنده